لو انت جاي المانيا جديد، فاول حاجه هتعملها انك تستلم الشقه بتاعتك. فانا هكلمك النهارده لو انت رايح تستلم شقه في المانيا، سكن جديد ليك، ايه الحاجات اللي تخلي بالك منها في اول يوم، وازاي تعرف تتاقلم يعني في اول فتره في السكن ده. وهعمل فيديو تاني بعد ده هقسمهم لان مش عايزه الوقت يبقى كبير. لو هتسيب الشقه ومش عايز تسكن فيها خلاص، ايه الحاجات اللي لازم تعملها وتخلي بالك منها وانت بتسيب السكن بتاعك في المانيا. فخلينا نبتدي. اول حاجه طبعا لو انت رايح تستلم الشقه وده اول يوم، فاول حاجه لازم تكون اوريدي عملتها هي انك اخدت ميعاد من الراجل صاحب السكن او حتى الهاوس مايستر. احيانا مش بيكون صاحب السكن بنفسه هو اللي جاي يسلمك الشقه، وخصوصا لو انت مثلا بتأجر من شركة أو بتأجر من شتودنتن فونهايم، أو على حسب يعني السكن بتاعك فين. فبيبقى في واحد مسؤول عن المبنى بيبقى اسمه هاوس مايستر، ده اللي بيجي يسلمك الشقة. أو الراجل صاحب الشقة لو هي شقة برايفت يعني شقة خاصة، بيجي الراجل ومراته أو هو الراجل صاحب الشقة يعني بيجي عشان يستقبلك ويديلك المفاتيح. طيب، دي أول حاجة. الميعاد لازم توصل على ميعادك، بلاش تروح متأخر، بلاش يعني تدي صوره مش كويسه، وده اول يوم ليك يعني رايح تستلم السكن. الافضل ان انت تدي انطباع يعني كويس عنك وتروح على ميعادك. لو حصل لا قدر الله حاجه في الطريق بسبب باو اربايت، ان في مثلا بيبنوا في الطريق، بيصلحوا حاجه في الطريق بتحصل، او انت جاي من مدينه تانية القطر اتعطل، بتحصل حاجه يعني ظروف عامه متعارف عليها وبتحصل كتير في المدينه، ومقبوله كاكسكيوز كعذر، دي عادي هيتقبلها عادي. بس برضو ما تسيبوش لحد الميعاد ويبقى قاعد مستنيك مثلا نص ساعه ساعه وانت لسه ما ظهرتش. هو غالبا هيمشي اصلا مش هيستناك. بس لو انت يعني حسيت ان هتتاخر، يعني مثلا قبل الميعاد ب 10 دقائق وانت بعيد نص ساعه، عارف ان انت لسه قدامك نص ساعه لما هتوصل هناك، لا طبعا بلغه واكتب له رساله وقول له او اتصل بيه، انا لسه في الطريق، انا لسه قدامي كذا كذا وحصلت مشكله فهوصل في الوقت ده، هل ده يناسبك ولا لا؟ تمام. فلازم يعني تعرفه عشان هيمشي مش هيستناك تمام، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، لما هتروح هو غالبا يعني هيكون موجود زي ما قلت، هيديلك المفاتيح بتاعتك. بيكون على حسب كل مبنى بيبقى فيه هنا في المانيا في حاجه غريبه جدا، بيبقى فيه مفتاح واحد بيفتح كل حاجه زي الماستر كي، بيبقى لباب الشقه وبيبقى لباب العماره، وبيبقى ساعات كمان للكيلر للاوضه بتاعتك اللي هي في الكيلر. بيبقى فيه عندنا تحت، مش في الارضي، تحت الارضي بيبقى فيه دور، في اماكن كده زي سيل او زي كابينه كده لكل واحد، كل شقه ليها زي كابينه مخصصه ليها، بتحط فيها الكراتين بتاعتك، بتحط فيها حاجاتك. انا كنت عملت فيديو قبل كده عن الكيلر هنا في المانيا، بس انا حابه يعني هعمل لكم فيديو جديد عنه، اصوره بشكل افضل يعني عن اللي انا عملته قبل كده. فبيبقى فيه مفتاح واحد او مفتاحين على حسب، ولما بيجي يديلك المفاتيح بيمضيك على شلوس اوباكابه انتراج او فورمولا او اي حاجه يعني، بتبقى فورم كده هو بيديها لك، بيكتب ان انت فلان الفلاني استلمت المفاتيح كذا وكذا وكذا، عددهم قد ايه وكم نسخه منهم والحاجات دي، وبتمضي عليهم وهو بيمضي وبيديهم لك. طبعا هنا في المانيا مفيش حد بيدي لك حاجه كده، اي حاجه هتاخدها من اي حد في اطار اوفيشال لازم تمضي عليها ان انت استلمتها، تمام؟ عشان يعني الورق ورقنا دفاتر يعني، فلازم يضمنوا ان انت يعني في حاجه تثبت ان انت اخدت مفاتيحك. ما تجيش بعد كام يوم تقول لا ده اصل المفتاح الفلاني ما كانش موجود فيهم، لا لا لا، هما يعني الحاجات دي هنا بروفيشنال بتتعمل بشكل كويس يعني. تمام. لو دي اول مره ليك، اول مره خالص، انت يعني مثلا جاي من دوله تانية ما شفتش الشقه دي قبل كده، ما عملتش اللي بيتقال عليه بيزيشت مسترمين اللي هو ميعاد بتيجي تشوف فيه الشقه وتتفرج عليها قبل ما تاجرها عشان تشوف اذا كانت هتعجبك ولا لا. انا في اول سكن ليا في المانيا ما عملتش كده لان انا كنت جايه من مصر، فاكيد يعني مش هاجي من مصر لالمانيا اتفرج على الشقه وارجع تاني، ما كانش عندي الاوبشن ده. وما كانش فيه اوبشن ان هم مثلا يوروني المكان فيديو او اشوف المكان، يعني ما كانش عندي اي صوره عن المكان، يعني رحت اتفاجئت لاول مره يعني ان انا ادخل المكان. ولكن دلوقتي الموضوع اتطور، ممكن تطلب اونلاين. لو انت مثلا في بلد تانية ممكن تعمل اونلاين فيديو كول وتشوف المكان وتشوف كل حاجه وتوقفه وتساله ويخليه يعني يصور لك كل حاجه كلير ويبعت لك صور وكل الكلام ده لو انت مش قادر يعني تكون متواجد في المكان في ولايه تانية هنا في المانيا، في اقصى الغرب في اقصى الجنوب، وانت رايح مثلا اقصى الشرق او الشمال، ما عندكش امكانيه انك تشوف الشقه قبلها. الافضل انك تعمل ده عشان حتى تبقى مطمن ان انت رايح مكان كويس يعني. طيب، لو اول مره خالص بقى وانت ما شفتش الشقه قبل كده، فغالبا هياخدك تور بقى حوالين المكان، هيعرفك اول حاجه الشقه، الاوض اللي فيها كام اوضه، الحمام، هيوريك المطبخ، هيوريك اوضه النوم، هتبص في الدولاب، السرير، الحاجات بتاعتك.
والافضل وهو موجود يعني تاخد وقتك، ما فيش حد يعني هيجري وراك. خد وقتك خالص وبص على كل حاجه وانت بتستلم الشقه، عشان تبقى مطمن ان انت اخد كل حاجه سليمه، مش بعد ما يمشي مثلا تكتشف ان في حاجه مش عارفه ايه، وعشان ترجع تجيبه ويصلحها لك ممكن تاخد وقت لانه مش موجود او بيعمل حاجه تانية او مش فاضي او ايا كان. فالافضل خد وقتك على الاخر خالص، بص على كل حاجه، على كل تفصيله في الشقه، الحيطان، السقف، الارض، المطبخ، الادوات اللي موجوده في المطبخ، الحاجات الموجوده، في اطباق، في معالق، في شوك ولا محتاج تشتري. كل الحاجات دي لازم تبص عليها، يعني خد وقتك وادق التفاصيل عشان ما تتعبش بعد كده وتفضل بقى ايه يعني محتاس بقى لسه عايز تروح تشتري ما اعرفش ايه، اصل اكتشفت ان ما اعرفش ايه بايظ. لا، افضل خد وقتك، اتفرج على كل حاجه، هو معاك، هو اوريدي مفضي نفس اليوم ده عشانك يعني. ف طمن ان كل حاجه سليمه تمام. هيفرجك الشقه تمام، كل حاجه اوكي. هياخدك بعد كده يوريك الكيلر اللي انا بقولك عليه ده. غالبا هو بيبقى تحت تحت الارضي، في دور تحت الارضي. احنا في مصر ما عندناش حاجه بعد الارضي، هو الارضي وخلاص بنقفل على كده، بس لا، في دور هنا تحت الارضي، هو ده اللي بيبقى فيه المكان اللي بقولك عليه بتحط فيه حاجاتك اللي انت مش محتاجها. عندك مثلا مرتبه زياده ممكن تحطها، عندك العجله بتاعتك ممكن تحطها جوه. بلاش الثقه الزياده قوي ان انت، وخصوصا لو انت جاي المانيا جديد. ويعني انا اعرف ناس يعني الثقه بقى اللي هو ايه، لا ده انا جاي المانيا، فالمانيا يعني بلد الامانه والثقه وما اعرفش ايه. طبعا في امانه اكيد عند الناس، ومحدش يعني هيعاملك يعني هياخد منك حاجه مش من حقه، ولكن بتحصل احيانا حوادث سرقه للاسف. بالذات في موضوع العجل ده. فلو معاك عجله الافضل حطها جوه المكان بتاعك واقفل عليها، ما تسيبهاش كده في اي حته. فده مكان كويس يعني، سبيس كويس حط فيه حاجتك. عندك سكوتر، عندك ايا كان بقى حاجه مش محتاجها في الشقه، نزلها حطها في الكيلر. ممكن يوريك ايه تاني، ممكن يوريك مكان الغسيل. لو في بعض المباني بيبقى فيها اوضه بتبقى اوضه الغسيل، بيبقى فيها واشنج ماشين وبيبقى فيها دراير، وبتشتغل بالفلوس او مش بالفلوس قوي، هي بتبدل الفلوس من الهاوس مايستر. دي حاجه دي بتشتغل ان انت بتروح للراجل اللي هو بيفرجك الشقه ده، لو هو مش صاحب البيت الهاوس مايستر، وبتديه مثلا 10 يورو وبيبدلها لك ب4 كوين مثلا من عنده. الكوين دي بتبقى سبيسيفيك انها تشغل الغساله وتشغل الدراير بتاع اللي بتنشف الغسيل. فدول لازم تطمن برضو ان هم يعني معاك. وبيوريك المكان اللي تقدر تغسل فيه حاجاتك. طبعا مش فرد، هنا في المانيا في صالون بره، بيبقى فيه صالونات بره للغسيل، بيبقى فيها مثلا بتاع 20 40 غساله كده على حسب الصالون كبير ولا صغير، ونشفاء ودرايرز. ممكن تروح تاخد حاجتك وتروح تغسل فيه لو المكان ما فيهوش الاوضه دي. مش شرط، هو في اماكن بيبقى فيها، في اماكن على حسب. بس يعني لو المكان ده موجود، يعني لو الاوضه دي بتاعت الغسيل موجوده في البيت، طبعا اكيد اسهل عليك بكتير، لانك مش محتاج تطلع بره ولا محتاج تاخد غسيلك في بقجه وتروح بره تركب مواصلات على حسب بقى الصالون ده فين، وتقعد جنب الغسيل او تمشي وتسيبه وترجع له تاني عشان تاخده، فمجهود. لكن لو في نفس البيت طبعا يعني استعمل الواشنج ماشين لو شغاله بشكل كويس. فدي تاني حاجه. تالت حاجه هيوريها لك الشقه والكيلر والاوضه بتاعت الغسيل. وغالبا ممكن تكون في الكيلر على فكره، بس مش شرط يعني. انا الاوضه بتاعت الغسيل كانت عندنا في الدور الثاني، معرفش ليه. ما كانتش في تحت الارضي في الكيلر. وحتى الكيلر نفسه ما كانش في الكيلر يعني. كان في الدور الثاني برضو. يعني دي حاجه غريبه يعني، في اماكن من كل مكان على حسب يعني. واخر حاجه ممكن يوريها لك بقى اماكن فصل الزباله. ودي حاجه مهمه جدا جدا هنا في المانيا، انك تفصل الزباله. واماكن، اولا الزباله هنا بتبقى متقسمه، الزباله الطبيعيه بتاعتنا هنا بتتقسم، بيبقى فيه بلاستيك وبيبقى فيه ورق بيبر، وبيبقى فيه رسمول اللي هو الاكل وبواقي الاكل والحاجات دي. البلاستيك غالبا بيبقى لونه اصفر، والورق بيبقى الكونتينر بتاعه في الشارع بيبقى لونه ازرق، والحاجات اللي هي بيبقى فيها اكل ومعرفش ايه بيبقى لونها تقريبا اخضر او حاجه زي كده. واحيانا ما بيبقاش فيه اختلاف في الالوان، بيبقوا الثلاثه كونتينر قدامك بنفس اللون، بس بيبقى مكتوب عليهم، بيبقى كل واحده عليها الستيكر بتاعها ان دي ايه ودي ايه ودي ايه. فعلى حسب يعني كل مكان. في الاماكن الجديده هنا تلاقي الكونتينر اللي هنا، هبقى اصور فيديو عن الكونتينرز الموجوده عندنا هنا، لان هنا مش بيبان شكلها، ده حاطينها جوه فريم حديد، فانت مش شايف بصراحه اي حاجه خالص، مش شايف الالوان دي، بتبقى بس شايف الكتابه عليها من بره. فبيوريك يعني هتفصل زبالتك وهترميها ازاي وهترميها فين. دي حاجه المفروض تعملها. وممكن كمان لو في مكان قريب منك ترمي فيه الازاز، هيوريك برضو المكان اللي بترمي فيه الازاز. ونفس الكلام، الازاز هنا الجلاس بيتفصل
في ازاز ابيض وفي ازاز مش عارفه اخضر وفي ازاز بني، فعلى حسب نوع الازاز المفروض تروح ترميه في المكان المخصص ليه. مفيش ازاز بيترمي في الزباله، دي كارثه يعني ما تعملهاش. ف والازاز كمان ما بيترميش الا في اوقات معينه بتلاقيها مكتوبه على الكونتينر بتاع الازاز، فخلي بالك لو انت جديد هنا في المانيا ما ترميش ازاز مثلا بعد الساعه كام، بعد الساعه 10 مش فاكره 10 بالليل او حاجه زي، او 8 بالليل، بعد الساعه 8 ما بترميش ازاز لانه بيعمل صوت وبيزعج الناس. فهم ليهم رولز يعني، حتى امتى هترميه لازم تبقى يعني عندك فكره، عشان حتى الراجل وهو بيسلمني، فالراجل يعني هو بيسلمنا الشقه اكد لنا قوي على المعلومه دي. مش اي وقت نطلع نرمي الازاز في الشارع، فنلتزم بالمواعيد اللي هم حاطينها على الكونتينر. تمام اوكي ماشي. لو اخدت الشقه وفيها حاجه مثلا بعد ما الراجل سلمك الشقه وخلاص واطمنت ومع السلامه وكل حاجه تمام، اكتشفت ان في حاجه بايظه في الشقه، الافضل انك تاخد صوره منها تصورها وتبعتها له على طول، وقول له انا لقيت دي مثلا بعد ما مشيت، ودي مثلا فيها الحيطه مثلا متقشره، او الحيطه فيها شخبطه، او الجهاز ده مثلا في المطبخ مش شغال، او في حاجه باظت عندك، او حاجه انت بتستعملها لاول مره لقيتها مش شغاله. فخد منها صوره وابعتها له، وهو ساعتها المفروض ان هو يجي يغيرها لك او يصلحها او يبعت لك حاجه جديده مكانها. ده الطبيعي اللي بيحصل يعني. وفي ايه تاني؟ بتقلي بعد كده يعني مش هيبقى ليك علاقه بيه خالص، يعني مش هتشوفه الا لو انت احتجت منه حاجه. بعد ما بتستلم الشقه علاقته بيك بتنتهي. مش هتشوفه الا لو حاجه باظت وجي يصلح لك حاجه انت طلبته هيجي لك. لكن غير كده لا، انت بتدفع له الايجار خلاص، بتعمل حاجه اسمها افدا انتراكس، اللي هو الانتراك اللي هو عقد دفع يعني ساري كل شهر بتعمله من البنك بتاعك، و بتدفع له الايجار كل شهر وخلاص على كده هو بياخد ايجاره والحمد لله مفيش اي حاجه. غالبا الايجار في المانيا مش بيكون شامل الكهرباء والانترنت، مش دايما، لكل قاعده شواذ. انا اول مره جيت هنا كانت في في جي فونج ماينشافت، هبقى اتكلم عنها برضو في فيديو تاني، وايه الافضل اذا كانت دي افضل ولا البرايفت. فالشقه كانت اوريدي فيها ناس وساكنين وكل حاجه، وكان فيها بس الاوضه بتاعتي يعني انا ليا اوضه من الثلاث اوض، فكان في ناس، فكان في كهرباء اكيد وكان في انترنت، فهو وده كان من ضمن الايجار يعني، هو كان كل حاجه في الايجار ما دفعتش اي حاجه. فدي كانت حاجه كويسه لان خلاص انت كل حاجه جوه الشقه مش محتاج تعمل اي حاجه، والشقه كمان كانت مفروشه على فكره، ف يعني هم ارتحت منه. ف ممكن يحصل كده ان الكهرباء والانترنت وكل حاجه يحسبها لك جوه الايجار، ويكون عالي شويه طبعا عن الايجار اللي ما فيهوش كهرباء وانترنت، لان هو بيدفع لك فواتير زياده طبيعي. بس احيانا، وده بتهيألي الاغلب، ان ما بيكونش ولا في كهرباء ولا في انترنت، فانت بعد ما بتستلم الشقه المفروض تدخل الكهرباء وتدخل الانترنت. ونصيحتي ليك، لو انت عارف التاريخ المحدد اللي انت هتستلم فيه الشقه، دور على عقد كهرباء من قبل كده واعمل تاريخ التفعيل بتاعها لما تنقل الشقه. يعني ممكن تعمل عقد الكهرباء قبلها مثلا بكام اسبوع او حاجه، وتكتب ان اول يوم محتاج ان الكهرباء تكون موجوده في الشقه من يوم كذا في تاريخ كذا. ممكن تعمل كده، والافضل انك تعملها من قبل كده زي ما قلت، عشان ما تروحش الشقه وتقعد من غير كهرباء، يعني مش حاجه حلوه يعني. والحاجه الثانيه الانترنت نفس الكلام، برضو حاول تعمله قبلها قبل ما تتعزل ايا كان باسبوعين او حاجه. والانترنت يعني مختلف شويه لان لازم حد يجي يركبه لك، الكهرباء مش كده، مش فاكره والله، لا الكهرباء مش كده، ما فيش حد بيجي يركب لك كهرباء، يعني هي الكهرباء اوريدي بتبقى اون والعقد بيبقى باسمك وبتدفع وخلاص على كده. ولكن الانترنت بتبقى محتاج الراجل يجي يعمل لك الوصله ويشغل النت ويظبط الكابلات والحاجات دي، فلازم تاخد ميعاد من قبلها عشان يجي لك. فالافضل تعمل عقد الانترنت بدري على قد ما تقدر، عشان تلاقي ميعاد فاضي يكون مناسب معاك لما تنقل الشقه. ما تقعدش مثلا في الشقه لو انت كمان بتعمل هوم اوفيس او حاجه زي كده ومحتاج انترنت يكون موجود من اول يوم، هتحتاس شويه. ف دول حاجتين لازم تعملهم بيتهيألي من قبل كده، يعني من قبل ما حتى ما تسكن في الشقه باسبوعين او ب3 اسابيع. الموقع اللي بتجيب منه عقد الكهرباء افضل موقع يعني بالنسبه لي، انا بعتمد عليه لما بدور على عقد كهرباء او عقد انترنت، checkfieldsponsorsde. هبقى اكتبه لكم على الشاشه او هسيبه في اول كومنت. ده موقع بتلاقي فيه كل اللي هم الانبيتر، اللي هم البروفايدر للسيرفيس دي، وبيبقى حاطط لك كل الاسعار بتاعتهم، وساعات بيرشح لك كمان ايه الافضل فيهم والكلام ده كله. فدي حاجه يعني ممكن تعملها مش تاخد منك وقت، كله اونلاين. دي اول حاجه.
في حاجه بس في الانترنت اللي هو هتشتري البتاع اللي هو بيبقى اسمه ايه، راوتر، هتشتريه ولا هتأجره. فكل واحد طبعا على حسب، في اللي بيأجر في بيشتري. انا أجرت لان انا ما كنتش محتاجاه يعني كنت محتاجاه لفتره بسيطه، سنه او حاجه او سنتين، وما كنتش عارفه بعد كده هستعمله ولا لا. فبصراحه اجرته، وايجاره بيبقى زي 5 يورو كل شهر على ثمن الفاتوره، حاجه زي كده يعني. فانا عملت الموضوع ده. ولكن في النهايه يعني انت يمكن من اول اسبوع بتبقى خلاص استبلايز بقى في المكان، اخدت شقتك ووصلت كهربتك وعندك الانترنت بتاعك، وابتديت بقى تنزل، حاول تنزل بقى حوالين المكان عندك، شوف السوبر ماركت لو الراجل صاحب البيت ما قالكش مثلا مكانه فين، دور على جوجل مابس، شوف اقرب سوبر ماركت ليك، محطه القطر فين، محطه الترام فين. احسن حاجه هنا في المانيا بجد، من المميزات الكبيره هنا في المانيا، ان انت اينما كنت في مواصلات حواليك، انت مش في صحراء، انت في يا اما محطه اتوبيس، يا اما في محطه اشتغاسنبان، او في محطه مترو الاوبان اندر جراوند، او محطه قطر. دايما هتلاقي في حاجه حواليك، فممكن تمشي لها مثلا 15 دقائق لكن هتلاقي حاجه حواليك لو انت في المدينه. لا بقى لو انت في الارياف وفي اللي هي الدورف والحاجات دي قصه تانية، بس غالبا برضو هتلاقي اتوبيسات، في اتوبيسات بتروح هناك. اكتبوا لي في الكومنتس كانت ايه تجربتكم لاول مره عزلتوا هنا في المانيا، وهل كان في مشاكل او كان في صعوبات لقيتوها في اول يوم ان انتوا تستلموا الشقه. وبس كده. تشاو.